بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات جونيور 4، أهلا وسهلا بكم في أول حصة لينا في الماس. المنهج بتاعكم مش اتعدل أو اتغير، لا، هو المنهج إن في دروس اتحذفت. تمام، في دروس اتحذفت. فالدرس الأول السنة اللي فاتت اتحذف، فاحنا السنة دي هنبدأ من الدرس التاني اللي هو really big number، الأعداد الكبيرة. أوكي، طيب really big numbers ده هو الدرس ده عايز مني إيه؟ هو عايز مني ازاي اقرا العدد الكبير او العدد الصغير. اوكي، طيب اي رقم عايز اقراه في الدنيا، يعني بعد اذنك يا مريم اقري لي الرقم ده. عشان اقرا اي رقم لازم اقسمه ل3 خانات. تمام، اول حاجه بقرا من الشمال لليمين، read from left to right. اوكي، اول خانه بقسمها اللي هي الوانز، الوحدات. خلاص احنا بنقسم، بنقول الوانز الوحدات، الوانز. اوكي، والتنز والهندردز. طيب يعني مثلا رقم زي ده عايز اقراه، بقراه من ليفت تو رايت. اوكي، 389. اوكي، قريته ليفت تو رايت اهو، وقسمته ل3 خانات اللي هي هندردز وتنز وانز زي الفل. فلما هنكتبه 300 من الليفت، بعد كده الرقم الثاني 80 لانه في التنز، بعد كده 9 لانه في الايه، في الوانز. اوكي، الكلام ده سهل قوي. طب لو جاب لي ال3 ارقام متشابهين نقراه ازاي ده؟ ها؟ think 666. الكلام ده سهل وخدناه في جونيور 3 وفي جونيور 2 زي الفل، وبيتكتب كده عادي خالص. طيب كبر الارقام شويه، ايه يعني؟ فالخانه الاولانيه الوانز فيها 3 برضو، والثاوزندز فيها 3. الوانز هندردز وتنز ووانز، والثاوزندز هندردز وتنز ووانز. اي خانه بعد كده مليون هندردز وتنز ووانز، مليارد هندرد وتنز ووانز، وبنقسمهم 3 وبنقرا من ليفت تو رايت. اوكي، طيب مثلا رقم زي ده، كل ده رقم، ال6 ارقام اللي قدامك دول كلهم رقم واحد، فانا عايز اقراه، عايز اقرا الرقم ده من الليفت للرايت. اول رقم ده 4 في خانه الهندردز، يبقى 4 400,000. ولا نقرا 482,568. برافو، تمام، يبقى 482,562. قريته من ليفت تو رايت، وقريته 3، قسمت ده 3 لوحده وده 3 لوحده. ال3 الاولانيه 482,568. الوانز ما بتتنطقش لان دي اول خانه، سهل قوي. تمام، وبيتكتب زي ما هو كده اهو 482,568. طب عرفت تكبر لي المسائل شويه. مليون. هو ده الدرس بتاعنا بقى، ده الدرس بتاعنا النهارده. هو هنا بياخدك خطوه خطوه لغايه ما يوصلك للدرس ده. انا عايز اقرا الرقم الكبير ده على طول، رحت مقسم الرقم الكبير ده. بص الرقم اهو تحت اهو، تمام، رحت مقسمه 3. ايوه 1,023. لا 123 مليون. يبقى اهي، ما هو خلاص اهو 123 مليون 482,568. مش حد يقدر ياخد المبلغ. اوكي ماشي، خلي بالك. يبقى قري تاني كده 123,482,568 وانز. مش وانز بقى، احنا وانز ما بننطقهاش. 568. اوكي كده في مشكله؟ نو. هو هنا بيعلمني ازاي اقرا الارقام الكبيره اللي هي المليونز دي. انه بيقول لك اي رقم كبير في الدنيا ان احنا بنقسمه ل3. الخانه الاولانيه وانز مش بتتنطق، الخانه الثانيه ثاوزندز بتتنطق، والمليون بيتنطق، وبنقسمه 123,482,568 في مليارد. بس نشوفه بعد كده. خلاص احنا كده عرفنا نقرا. تاني حاجه هو عايز يعلمهاني في الدرس اللي خدتيها في جريد 3، البليس فاليو، الفاليو والفاليو. انا عرفتها. طيب نفتكرها مع بعض. لو انا جبت لك رقم كبير زي ده وقلت لك ال8 دي البليس فاليو بتاعتها ايه، تقول لي طب لحظه واحده 8,409. يلا بينا نشوف. احنا نقسم اول 3 ارقام دي وانز تنز هندردز.
1000 10,000 100,000 1 مليون 10 مليون. يبقى دي ايه؟ 10 مليون. بليس فاليو ايه؟ 10 مليون. طب انا خايف اغلط، اعمل ايه؟ مش عارف انا خايف يا مستر، خايف اغلط دلوقتي وانا مش عارفها بصراحه، اعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه. تروح حاطط هنا صفر عند اول رقم، تاني رقم، تالت رقم، رابع رقم، خامس رقم، سادس رقم، سابع رقم، والرقم اللي انت عايزه اللي هو الايه ده تحطه قصاده 1 وتقرا الرقم ده. 10 مليون. 10 مليون. اوكي، يبقى البليس فاليو 10 ايه مليونز. طب لو عايز الفاليو بس، تحول كل الارقام اللي قدام الايت لزيروز. 0 2 3 4 5 6 7 0 اهو، نحط السبعه زيرو وبعدين نحط الايت. يبقى البليس فاليو هو عايز انت في الوانز ولا التنز ولا الهندرد ولا ال100,000 ولا ايه، والفاليو ان انت بتحط الرقم وتحول الباقي لايه؟ لصفار. طيب اسالك سؤال صعب بقى يا مريم. بليز فاليو. لو قلت لك الفور البليس فاليو ايه؟ بليز فاليو انا اعمل صفر هنا، صفر هنا، صفر هنا، صفر هنا، ونحط 1. تمام. عندي الفور احط ال1. 4000. لا، يبقى هنا البليس فاليو ايه؟ 100,000. البليس فاليو 100 ايه؟ 1000. لكن الفاليو ان انا برضه احطهم اصفار واكتب الفور زي ما هي، لان في حاجه اسمها بليس فاليو. البليس فاليو دي مش بكتب الرقم، بقول هو في الونز ولا في الهندردز ولا في التنز ولا فين، هو مكانه فين. مش عايز اقرا الرقم. الفاليو قيمته كام؟ قيمه الرقم ده في مكانه كام؟ قيمته 400,000. اوكي. طيب لو قلت لك ال9 مكانه فين؟ مكانه في الهندرد. في الهندرد. مكانه في الهندرد لان ال9 قدامها صفرين يبقى 100. لو الفاليو بتاعتها يبقى ايه؟ 900 بس. الصعب فين بقى؟ الزيرو. في اولاد شاطرين عارفين، بس الزيرو كان صعب قوي. الزيرو يا اولاد البليس فاليو بتاعته ملوش بليس فاليو. ولا ليه بليس فاليو؟ ليه بليس فاليو؟ هو هنا الزيرو مكانه فين؟ الصفر ده. والله 1 2 3 يبقى 1000، يبقى مكانه ايه؟ 1000. لكن قيمته ايه؟ المفروض 900. لا، الزيرو نفسه مكانه ايه؟ مكانه زيرو. خلاص، الزيرو مكانه زيرو، الفاليو بتاعته زيرو. يبقى الزيرو في اي مكان قيمته الفاليو بتاعته زيرو، لان هنحط زيرو قدامه صفار، هيبقى 5 اصفار جنب بعض بصفر. لكن ال6 دي هنحط هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر وهنا صفر وادي ال6 يبقى 60,000. لكن الصفر بس هنحط 5 اصفار جنب بعض هيبقى الفاليو صفر. 5 اصفار زي صفر. طيب هو ده الدرس الاولاني. ايه ده؟ بس كده؟ بس كده. امال السؤال ممكن يجي لنا ازاي في الامتحان يا مستر؟ بص معايا. اول سؤال first question complete these sentences. اكمل العبارات الاتيه. in the numeral، في الرقم اللي قدامك ده what digit is in thousands place. ايه الرقم اللي في خانة الثاوزند؟ فيه رقم هنا في خانة الثاوزند. 9. مريم بتقول 9. تعال نشوف كده. صح. طيب السؤال الثاني in the numeral ده الديجيت اللي في 10 مليون ايه؟ سهلة. 10 مليون. 4. طب انا مش عارف اقسم هنا الثلاثه بتوع الونز، الثلاثه بتوع الثاوزندز، الثلاثه بتوع المليون. ادي الثلاثه بتوع المليون. انت عايز ايه بقى؟ عايز ال10 ده تاني واحد. ال1. طب تعال نشوف كده الاجابه 1. اوكي، يبقى ان ما نستعجلش، نقسم رقمنا وواحده واحده نشوف الحل. طب السؤال الثالث in the numeral ده what digit in the milliard places؟ مليارد. يس. نقسم ثلاثات على طول. بقول ادي 3 ده في الونز، وادي 3 في الثاوزند، ادي 3 في المليون، وادي 1 في المليارد. 3. نعم 3. اوكي تمام. تاني اهو، دول اول 3 ارقام في الونز. انا مش عايز ونز، هو عايز مليارد. تاني ارقام في الثاوزند، مش عايز ثاوزند، انا عايز مليارد. 3 ارقام مليون، مش عايز مليون، عايز مليارد. ما فيش الا الرقم الثلاثه بس هي في المليارد، يبقى هي دي كلمه مليارد اللي هي 1 مليارد. تمام. سؤال اخر in the numeral ده
what digit in the 100,000 please. ها سهل. نشوف مريم هتقول ايه بقى. زيرو. بتقول زيرو. طب ما تيجي ده نشوف. بليس فاليو ولا ما هو بليس فاليو. بليس فاليو؟ لا. تمام. in the numeral 1000 the digit 100 البليس بتاعته ايه؟ ادي 3 في الونز وادي 3 في ال1000. انت عايز 100,000 يبقى الزيرو. تعال نشوف كده. الزيرو صح. the value of digit 3 قيمة الرقم 3 in the number ده قيمته ايه؟ وعايز فاليو مش بليس فاليو. ها؟ انا عارف. ايوه 31 ادي 3 اهي. 31,000. لا مفيش 1. انا بحط كلهم زيرو، بحط ال 3 زي ما هي استني 3,000. واحط دي وزيرو 2 3 4 30,000. ايوه 30,000 لان بحط الرقم وبعد كده بحول بقيه الارقام اللي قدامه الى اصفار. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the value of digit 0 in the number قيمه الرقم 0 هنا ايه؟ طب ما المستر قايل ان دايما الفاليو بتاع الزيرو في اي مكان زيرو على طول. لكن البليس فاليو لو قلت لك البليس فاليو هنا بتاعت الزيرو كام؟ بص في الرقم وقولي البليس فاليو بتاعته كام؟ 400. مفيش حاجه اسمها 400. ادي بقسم تلاتات. هنا 100 10 100 1000 10,000 100,000 1 مليون. يبقى البليس فاليو هنا 1 مليون. طبعا السؤال ده خدناه واحنا صغيرين في جريد 2 وجريد 3 يبقى ما ينفعش نغلط فيه. الفاليو ان انا بكتب الرقم واحطه قدامه صفار، والبليس فاليو ان انا بقسم الرقم لثلاث خانات وابدا اقول ده في الوانز ولا في الثاوزند ولا في المليون، وابدا اقول ده في الوانز ولا التن ولا الهندرد. اوكي نشوف مريم في السؤال اللي بعده. ذا فاليو 7 هنا 100 in the hundredths قيمة الرقم 7 في الهندردثs ايه؟ 700. تاني السؤال ده مهم. ذا فاليو يعني قيمة ال7 الرقم 7 in the hundredths يعني هنا اهو. انا دلوقتي لو حطيت السبعة انا عارف ان الخانة اللي في الاول دي ones، الخانة التانية دي tens، الخانة التالتة دي الهندرد. هو بيقول ال7 هنا الفاليو بتاعتها ايه؟ ان انا كنت بحول بقيه الارقام اللي قدام الاصفار تبقى 700. طب افرض قال لي the value of 8 in the tens تبقى كام؟ 80. ايه الحلاوه والجمال ده؟ ماشي. طب ماشي السؤال اللي بعده. نقط is 10 times 100,000. ايه معنى السؤال ده؟ معناه 10 اهي تايمز اهي 100,000 نكتب ادي 100,000 يعني 3 اصفار. يبقى دول كام صفر؟ 0 2 3 4 5 6 6 اصفار مليون. تمام. يبقى لما يقول لي 10 تايمز 100,000 يعني بيقول لي اضرب ال10 في 100,000 بمليون. السؤال اللي بعد كده 30 tens equal كام؟ طب مش عارف يا مستر. كلمة 30 اهي tens يعني 10 يعني 0 1 تبقى كام؟ 300. طيب لو قلت لك 7 لو سألنا مريم وقلت لها 700 100 كام؟ تقول لي يا بابا 700 دي اهي وال100 يعني الصفرين يبقى 70,000. طيب سؤال اخر 7,000 يبقى كام؟ احط ال7 وقدامها كام زيرو؟ 7 مليون. 7 مليون بس. هو هنا حاطط لي كلمة مليون يبقى احط ايه؟ 7 بس يبقى 7 مليون. لو كان مفيش مليون احط 7 واحط قدامها 6 0. اوكي. طيب هنا بيقول لي وصل كل رقم ب المقابل بتاعه لما انطق باللغه الانجليزيه. هنا اول رقم ده تقدر تقريه؟
43 million. Yes, good. And 5 is 500,000 and 9. 500,009. 458. يس. فين ده بقى اللي انت قلتيه ده اهو. تمام. الرقم الثاني 403 million. يس 5,090. 548. يس اللي هو ده. طيب ده يس جود. مليارد. يس. قولي بقى. مليار. كام مليار؟ كام مليارد؟ 4 مليار. ايوه. and 103 مليون. 3 مليون. 905,484. بس اخر حاجه، وده الهدف الاساسي من الدرس، ان احنا نعرف نقرا الارقام الكبيره. 4 million and 854. يس بس نسينا نقول 1000. يبقى 4 مليون 950,854. يس جود. اوكي. طيب بعد كده في منصة البث المباشر عندنا في وزارة التربية والتعليم منزلة برضو أسئلة على الدرس ده. هو هنا بيقول إيه؟ write the value of red digit. اكتب لي قيمة الرقم اللي باللون الأحمر. value وليست place value. عايز رقم value للتو هنا كام؟ نكتب 2 قدامها كام زيرو؟ 20 مليون. يس جود. 20 مليون. ليه هكتب ال2 زي ما هي واحول كل الارقام الثانيه لصفار. جود برافو. 7. طب هنا ال8 800,000. يس 800,000. اوكي جود. طب هنا عايز البليس فاليو بقى للون اللي بالجرين ديجيت. ها 7 بليس فاليو بتاعتها ايه؟ $752 million. هو مش عايزك تقريه، هو بيقول لك ايه؟ رايت. اقري كده، سمعيني رأس السؤال. Write the place value of green digit. طيب بليس فاليو جرين ديجيت. فين الجرين ديجيت؟ 7 ولا 8. ماشي احنا دلوقتي في 7. 7 بليس فاليو بتاعتها ايه؟ هو مش عايز فاليو، عايز بليس فاليو. يعني ايه بليس فاليو؟ يعني قولي لي دي والله في الونز، في التنز، في الهندردز، في التن ثاوزند، في الهندرد ثاوزند. قولي بقى فين؟ في الملي، في 100 مليون. 100 مليون بس. هنا 10 وانز، تنز، 100، وهنا في الخانه بتاعت المليون لان دي الثاوزندز ودي المليون ودي الونز، يبقى 100 مليون. طب هنا ال8 مليون. 1 مليون. تمام. بعد كده بيقول لي what is the greatest number formed from 9 digit. اكبر رقم مكون من 9 ارقام اللي هو ده. 9. يس لانه ما قاليش ايه different ولا same. هم similar متشابهين ولا different مختلفين. خلاص يبقى هنكتبهم similar same كلهم شبه بعض. اوكي. طيب افرض قال لي different، يبقى اكبر رقم ايه؟ 2. من 9 digit بس different. different. عايزين اكبر رقم مكون من 9 ارقام. ها ويكونوا مش متشابهين. سؤال سهل خدناه في جريد 2. ايوه 939. اكتب جنبها ايه؟ 0. غلط. 8 8 اكبر. انت جريد صح. 9 8 7 6 5 4 0 3 2
تمام جود. بس خلاص. الزيرو ده امتى؟ لو كان قايل لي سمول كنت احط الزيرو بعد اول رقم من اليسار. طب شو ذا كوريكت انسر؟ ذا سمولست ميد اوف ديجيت، اصغر رقم نقدر نكونه من هنا. 2 يس. then 2 3 4 7 8. جود. اللي هو فين هنا؟ um, اوكي. طيب برافو. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the value of 4، قيمة الأربعة in 148,065. الفاليو بتاعت الفور ايه؟ $400,000. اوكي. يعني مش 40؟ استنى. اهو 40,000. ايوه ما هي الفور اهي. أيوة. قدامها نمبر 2 3 4 نمبر يبقى 4 0. طيب هنا قال لي الرقم ده اقل من ايه؟ smaller than ايه؟ ايه الرقم اللي اقل منه؟ استنى هلاقي بس ادور عليه. اقل من كام؟ يبقى احنا عايزين رقم كبير ولا صغير؟ لا هو ده اقل من ده. يعني انا لو كتبت هنا ده كبير. ايوه عايزين رقم كبير. فين الرقم الكبير؟ هو ده. طب ليه ما يكونش ده؟ عشان ده اكبر من ده. عشان ده عايز يكون كبير. تمام. طيب بعد كده بيقول لي the number has 9 digits. فين الرقم اللي فيه 9 ارقام؟ Yes, good. 100 million. صح. 100. 125 مليون أيوة. 640. بس. بعد كده نخش على نوع تاني من الأسئلة. Using the following number complete the directions. وأعطاني رقم وقال لي underline the digit in 10 million place. حط لي خط تحت 10 مليون place. فين ال 10 مليون place هنا؟ Yes, good. 4. بعد كده draw a square around digit in 1 milliard place. 1 size square. بعد كده circle the digit in hundreds place. 6. سهل؟ طيب سؤال آخر. the numeral الرقم اللي قدامك ده what digit is the tens place. 6. good. 1000 place. 4. good. 100,000 place. 2. سهل؟ تمام. بعد كده write the value of the underline digit according to its place each number as in the example. اعطاني مثال الراجل بيقول لي value. انا عايز الايه؟ value بس. طيب انت عايز 4 ها؟ يبقى الفور قدام كام؟ 400,000. جود. 60 million. Good. 60. $700 million. ten. قريتها 400 ماشي 10. اوكي سؤال سهل برضه ما فيهوش حاجه. هنا complete the example the place value في digit 7 القيمه المكانيه place value. خلي بالك مش value بس. digit 7 the number 7 مليار. تمام. طيب هنا هيبدا يسال نفس الايه الاسئله وخلي بالك لان السؤال ده بقى هو اللي بيجي في الامتحان. اوكي في الامتحان بتاع اكتوبر ان شاء الله. the place value of digit 0 place value لديجيت 0 place value ها في وفي 100 100 ايه
100 thousand. هاي طيب التو بليز فاليو كلهم بليس فاليو. بليز فاليو التو هنا يس 2 مليون از مش هنكتب طبعا 2 مليون، احنا بنكتب انه في خانة المليون. مليون. طيب ال8 يبقى على طول 800 مليون. ايوه 800 مليون. طب هنا الفور 4 40 احنا هنا بليس فاليو مش بنقول الرقم. ايوه سهل قوي. احنا والله على طول ده في التنز ولا في الهندرد؟ 10 مليون. تنز يبقى 10 مليون. ماشي. طيب 3 3 مليون. ها 1 مليون. 1 مليون. مش بنقول الرقم، بنقول هو في ايه، في ال1 ولا في التنز ولا في ال100 مليون. اوكي. طيب السؤال بعد كده بيقول لي وصل نفس السؤال اللي جه في منصة البث المباشر، كل رقم من دول عايزك تقراه. طيب اول رقم خلاص احنا هنقسمه لثلاث ارقام اهم 3 دول رقمين، دي خانة ال1000 مليون، يبقى 75 مليون 421,392. نوصل على طول فين ده يا عم؟ اهو 75 مليون. طيب ده 701 مليون يس اهو and 7,700. جود. هنا 2 مليار اهو. 2 مليار. هنا 2,500,422. خلاص احنا لازم نتعود نقرا ايه بسرعه، يبقى في البيت كده ورقه وحد كبير يكتب لنا ارقام، واحنا ايه شغلتنا ان احنا نعرف نقرا هذه الارقام، وهو ده المغزى من الدرس. طبعا دلوقتي في فقره ان احنا هنخش نشوف هو السؤال ده بيجي ازاي في الامتحانات السابقه اللي جت السنه اللي فاتت واللي قبلها، في الدرس ده جت ازاي. طبعا ده سؤال هنشوفه دلوقتي. طيب تعال نشوف السؤالين دول الاول. What is value of each the following؟ ما قيمة كل رقم من الآتي؟ 2 in tens place. ال2 في التنس هتبقى عاملة ازاي؟ 20. يس انا كنت 2 في التنس ده 20. طب ال 30 تنس، ال 30 تنس يعني صفر واحد، تنس صفر. طب 7 in hundreds place. بس حاجة 7 in hundreds صفرين على طول، خليك سخن. 60 ها 60,000. تمام. طب how many tens are in the 100؟ How many tens in the 100؟ التنز يعني تنز اهي، نكتب تنز، وانت عايزها في الايه؟ في ال100. يبقى 10,000. فاضل صفر واحد، احنا فاضل لنا كام زيرو على دي عشان توصل لدي؟ واحد. خلاص، واحنا عندنا 10 تنزز عشان نوصل ل100. فعلا تنز تايمز تنز تديني 100. طب هاو ماني تنز عشان اوصل لل1000؟ ادي التنز وانا عايز اوصل لل1000، يبقى المفروض اعمل ايه؟ اضرب في كام؟ 100 عشان صفرين وصفر يبقوا 3 اصفار. هاو ماني 100؟ ادي 100 عشان توصل لكام؟ مليون. دول 6 ودول 2، يبقى انا عايز كام صفر؟ عايز كام؟ 4. يبقى 10,000. How many thousand اهو in the million؟ 1 مليون. والله دول 6 0 ودول 3، اطرح 6 ناقص 3 يبقى 3 يبقى 1000. يبقى هاو ماني ثاوزند، كام ألف في المليون؟ 1000. يبقى الفكرة كلها في السؤال ده تاني كده عشان في ناس هنا مش مصحصحة معانا. هو هنا هاو ماني تنز، ادي التنز، عشان اوصل لل100 اعمل سهم واوصل لل100، اطرح دول صفرين ناقص صفر يبقى صفر. تاني واحد هاو ماني تنز، اهي التنز، عشان اوصل لل1000 اهو
اطرح صفرين، 3 اصفار ناقص صفر ناقص صفر يساوي صفرين. طيب how many hundred ادي صفرين عشان اوصل للمليون ادي 6 اصفار. دول 6 ودول 2، 6 ناقص 2 4 وهكذا. يبقى شفتوا احنا ماشيين ازاي؟ طيب ده كان السؤال ده. بعد كده بيقول لي fill in the blanks as an example. هديك مثال بعد اذنك امشي زيه. حاضر. بص كده على المثال ده كويس عشان انت اللي هتحل السؤال ده لوحدك. الاكزامبل ان هو قال لي 23,800. انا عايز احوله ل 100. 100 يعني صفرين، يبقى اشطب ايه؟ اشطب الصفرين واكتب بقيه الرقم هنا. هنا 1000 يبقى اشطب ايه؟ 3 اصفار واكتب الباقي هنا. طب هنا 100 اشطب كام صفر من هنا؟ 3. ال 100 3؟ 2. ايوه يبقى هكتب الباقي اللي هو صفرين. طب هنا 100 وهنا 300,000 يبقى الاول اكتبها ادي 300 وادي 1000. 100 يبقى اشطب صفرين فاضل 3000 3000. طب هنا 100 الاول احول ده كله لنمبرز مفيش كلام. 850 وهنا 1000 يعني 30. هنا 100 يبقى اشيل صفرين فاضل الرقم ده كله اللي هو 8 5 كذا. طب تعالى هنا اعمل ايه في دي؟ انا انقص 3 زيرو. برافو اهو 1000 شيل 3 زيرو بس. هنا اللي احول التنس لزيرو. احول التنس الاول في كلمه تنس احط زيرو وهنا 1000 اشيل 3 اهو يبقى 8 يبقى 2. طب هنا اسمع عشان نكتبها الاول. اكتبها ايه طيب؟ مليني 55,000 100 انقص 2 زيرو ويكون 550. تمام. هنا نجيب 0 1 وننقص 3 ويكون 720. سهل الموضوع؟ سهل. تمام. بعد كده الكلام ده كله سهل برضو. هنا بيقول لي ايه؟ fill in the blanks is 10 times 100,000. هنا بيقول لي ايه بقى السؤال؟ سؤال ذكي قوي. ايه هو الرقم 10 times 100,000؟ يعني ادي 10 وهنا 100,000. سهلة. لما الاثنين دول اضمهم على بعض يديني ايه؟ مليون. ليه مليون؟ لان 0 2 3 4 5 6 0 رحت حطيتهم هنا. طب هنا 10 times 200. 10 times 2 ادي 10 ايوه وادي 200 يبقى اعمل ايه؟ اعمل 2 times 1 ب 2 3 0. طب 10 times 7,000 ادي 10 وادي 7,000. ها كم 7 times 1 equals 7 و 4 0. جود. طب 1 مليون المليون كام في 100,000؟ ادي ال 100,000 هنا اضربه في كام يديني المليون بقى؟ يعني ده اضربه في كام يديني ده؟ كام تنس؟ 10 ولا 100 ولا 1000؟ استنى 1 2 3 4 5 6 7 8 مش بنعد بقى هنا. احنا هنا هنقول 10 بس. ليه يا عم؟ اصل هنا جاب لي الحل اللي بيتحط هنا. هو هنا بيقول لي كام في 100,000 يديني المليون. المليون 6 0 ودي 5 0 يبقى فاضل 0 1 عشان اوصل لل 6 0. اوكي؟ هنا وجاب لي الحل. اوكي كده؟ اوكي. عايزين نشغل دماغنا عشان دي اول حصة. طب كتاب المدرسة بيقول لي writing about math. اكتب math. أمير قال that and the number الرقم اللي قدامك ده 222
all of digits كل ارقامه ال2 دي وال2 دي وال2 دي have the same value لهم نفس القيمة. Do you agree or disagree؟ هل انت موافق ولا مش موافق على هذا الرأي؟ يعني الفاليو بتاعت ال2 دي هي نفسها الفاليو بتاعت ال2 دي هي نفسها الفاليو بتاعت ال2 دي، صح ولا غلط؟ الفاليو بتاعت ال2 دي ايه؟ دي 200 والفاليو بتاعت ال2 دي 20. احنا ما بنقولش بليس فاليو. والفاليو بتاعت ال2 دي هل دي زي دي؟ نو. بس يبقى الحل بتاعي نو. ليه؟ لان ال2 اللي في ال100 ب 200 وال2 اللي في ال10 ب 20 وال2 اللي في ال1 ب 2 وان دي ما بتساويش دي بس. سهل الحل؟ تمام. بعد كده هنا بيقول لي برضو في كتاب المدرسة multiplying ants المضاعفات النمل. look at each problem in the table. If Omar and Mariam found the given number of ants each until how many ants were there all together, show your work each problem. احنا والله عندنا جبال من النمل او سراب من النمل. النمل ده احنا عايزين نعرف هم كام نملة. هنا بيقول لي 7 ants in one ant hill. احنا عندنا 7 نملات في التل ده. نقط ants in 10 ant hill. طب لو هم 7 في جبل واحد عندي 10 جبال يبقى فيهم كام نملة؟ برافو. يبقى هنعمل ايه؟ هنضرب 7 في 10. خلاص؟ هو احنا عندنا 7 في 1. طب في 10 يبقى 7 تي، لان ال1 حط لها 0 يبقى ال7 نحط لها 0. طب انا لو عندي 12 في الجبل في ال1 ال10 يبقى قدامها ايه؟ 120 بس. يبقى انت خليت ال1 10 يبقى هخلي ال12 هحط لها برضو 0. طيب 28 في ال1 يبقى في ال10 في صعوبة كده، وهكذا في بقية الايه التمارين. طيب اخر حاجة ونختم بيها الحلقة، الدرس ده جه ازاي في الامتحان السنوات اللي فاتت. تعال نشوف. في مطروح السؤال جه كالآتي. السؤال كده قدامك، محدش هيساعدك، انت هتحل لوحدك. السؤال the populations of country is 56,724,033. Then the place value, the digit 6 is 1 million. دي إجابة صحيحة. إيه السؤال ده؟ هو بيقول لي تعداد السكان كان 56,724,033. إيه القيمة المكانية للعدد 6؟ فمريم بصت لقت إن إحنا هنا الونز مفيش، الثاوزند مفيش، دي أول رقم في المليون فيبقى 1 مليون. ده مطروح 2022. السؤال الثاني in the number 34,042 digit 4 in the thousand is equal. خلي بالك سؤال صعب. تاني الرقم 4 thousands. الأربعة مش اللي في الفور دي، لا ده الفور اللي في الثاوزند is equal كام تايم 4 اللي في التنز. الفور اللي هنا كام مرة 4 من هنا؟ السؤال ده جه في القاهرة 2022 محافظة القاهرة. هو هنا بيقول لك ايه؟ اقري تاني كده السؤال. In the number 34,042 the digit 4 in the thousand is equal to times digit 4 in the 10 places. معنى السؤال الفور اللي هنا كام ضعف من الفور اللي هنا؟ يبقى انا عايز دلوقتي القيمة بتاعت الفور اللي هنا. الفور اللي هنا قيمتها كام؟ الفاليو بتاعتها الفور اللي في الثاوزندز لا ما تكتبيش، ما تختاريش، انا بسألك سؤال مالكيش دعوه بالاختيارات. الفور دي الفاليو بتاعتها ايه؟
القيمة بتاعتها 4,000. والفور اللي هنا 40. طيب ال40 عشان توصل لهنا عايزه كام زيرو؟ عايزه زيرو واحد؟ لا يعني عايزة ها الفور الرقم ده عشان يوصل للرقم ده عايز كام زيرو؟ سهله طبعا، عايز صفرين، فعلشان يبقى صفرين وصفر 3 اصفار. نركز للسؤال ده جه في امتحان قبل كده واللي ما حلوش خد صفر ويتقال عليه غبي. ليه غبي؟ لانه هنا بيقول له الفور اللي في الثاوزند قد ايه من الفور اللي في التن. يبقى هو اصلا لو ما بصش على الارقام هيكتب كده ادي الفور 1000 يعني 3 اصفار، 4 اهي في التنس يعني صفر، اطرح الزيروز دي ناقص الزيرو دي يديني صفرين، يبقى هختار الصفرين. حتى انا لو ما بصيتش على الارقام ومشيت معاه لازم احلها كده. طيب السؤال ده جه في امتحان الايه؟ القاهره. طيب صح وغلط. مريم معايا. ذا ديجيت ان مليون، الرقم في خانه المليون in the number equal 1. إدارة التبين القاهرة بيقول لي الرقم اللي في المليون هو الواحد. إجابة صحيحة أم خاطئة؟ مليون واحد من 200. ما هو كاتب، اقريها وشوفي، أنا مش ما بعرفش أقرأ. نو. إجابة خاطئة. صح. ليه خاطئة؟ لأن المفروض الناين هي اللي في الديجيت. ده ال1 في 10 مليون مش في 1 مليون. طب please value of the number 5 in 100 of 1000. Yes. تمام، ده جه في امتحان الجيزة. طيب the value the number 3 in the number، قيمة الرقم 3 هنا، هل 300,000؟ Yes. Good. طب milliard is the smallest number made up of 10 different digits. number دي اقرا وجاوبي. Milliard is the sum of 10. الإجابة إيه؟ الإجابة إيه؟ هو بيقولك المليار أصغر رقم مكون من 10 أرقام مختلفين. غلط، مش مختلفين، لأن المليون فيه، المليار فيه 9 أرقام متشابهين أهو، 6 أهو، زيرو ده كلهم متشابهين، يبقى إزاي بتقول لي different؟ صح ولا لأ؟ طب the smallest number that can be formed using number، أصغر رقم نقدر نكونه من هنا، هل هو ده؟ جه في كفر الشيخ. نو. الإجابة غلط. ليه؟ لأنه المفروض كان حط الزيرو من هنا قبل التو. طيب أسيوط في منفلوط جه سؤال صعب. 3 tens and 9 ones يساوي 10 times 390. 3 tens يعني أهو، 9 ones أهو، and 300. خلاص؟ طيب هنا لو ضربت ده في ده هيديني 300، يبقى هنا غير ده. الإجابة غلط، ده حاجة وده إيه؟ حاجة تانية. طب بس السؤال ده لسه أنتوا ما خدتوهوش، أوكي؟ طب بكده يكون خلص الدرس بتاعنا، تمام؟ يا ريت الناس تراجع تاني على المسائل دي. أصعب سؤال جه اللي هو ده، ده أصعب سؤال جه. يا ريت الناس تراجعوا تاني، لو ما فهمتوهوش قولوا لي وأنا أشرحه لكم تاني. انتظرونا في الحصة الجاية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.